بعد انتشار وسائل التواصل الاجتماعي خصوصا بالعراق، العراق صار عنده إمكانيات جبارة أن يضخ صناع محتوى ومشاهير للعالم. سعلوسة. لدرجة أنه العراق صار مثل البؤرة لأي شخص متعطش إلى الشهرة. يعني إذا البلد مالتك ما قايم وياك بالواجب، فتعال يمنا إحنا نقوم وياك بالواجب، نطششك، نطققك، نجيب لك ملايين من المتابعين. إذا أنت مو بالعراق وبعيد وصعب تجي على العراق، فحاول أن تسوي فكرة تجيب بيها طار العراق، تحكي على موضوع يخص العراق، أو تطلع معاناة العراق، أو تطلع الغيرة الصادة عند العراق وتحكي عليها وتبكي. قبل لا نبلش بالحلقة وقبل لا نبدي بالموضوع، إذا كان عندك سكر فاضرب لك انسولين، واذا كان عندك مشكله بالقلب فخذ لك حبه جو اللسان، واذا كان عندك مشكله نفسيه فخذ المهدئات مالتك، اللي راح نحكي اليوم عن المحتوى بالعراق. الشهرة ما كانت مقتصرة في يوم من الايام على فئة معينة من الناس، خصوصا اذا كانت الشهرة اللي تصعد على وسائل التواصل الاجتماعي هي شهرة لناس راح يغيرون من العالم، علماء، فنانين، شعراء، اساتذة، فلاسفة، شخصيات راح تغير من الواقع اللي احنا عايشين به الى واقع احسن. يما فديتهم الحلوين متابعيني، اموت عليكم. احلى دار طايدة بالرماش لعيونكم يا وردات. غاز الدب الرماش هو غاز من صنع عالمة عراقية، وقف الأجانب والعلماء الأجانب تكرجل، رادوا بس يفهمون شلون قدرت أن تحول الغاز المنبعث من الإنسان إلى رسائل سلام، حاروا. بلاي ستيشن 1، بلاي ستيشن 2، لقد أفنيت قرابة 20 عاما في دراسة الغازات المنبعثة من الأرض وطريقة تحويلها لطاقة، ولكن لم يخطر في بالي أن تأتي عالمة من العراق تحول هذه الغازات المنبعثة من الإنسان إلى تحيات ورسائل سلام إلى العالم. يا إلهي، هذا مذهل حقا. الآلية اللي استخدمتها العالمة في تحويل الغاز المنبعث من الإنسان واللي هو الريح إلى رسائل حب والسلام لفت أنظار العالم كلها، وهذا إن دل فيدل أنه أكو هواية ناس تمتلك عقليات جبارة ومواهب تستحق الدفن، بس إحنا مدى نشوفها ومدى نلاحظها. السؤال القوي واللي يطرح نفسه، محتوى مثل هذا المحتوى يطش ليش؟ من حضرتك وحضرتك تضربون لا الزفرة، شلمي أنا الزفرة هاي يا ولد، شلمي أنا الزفرة هذه، شلمي أنا الزفرة هذه يا ولا، أنا بنص الهول، اعطيني مجال أنصيه أطفيه أطلع. طب من علمك تحكي هذا الحكي؟ ما تحكي هذا الحكي، ما كان حكي أنت. نروح للفن، للفن الذي يحمل في طياته رسائل، ما حد يعرف شنو هي بس يحمل رسائل، يعني بفكرة. تعرف الشغلة، أهلي كلهم يعيبون عليك وصديقاتي يقولون عليك الأسود قبيح مريض، شنو هذا وانت قابلة بيه، انت بنية حلوة وصغيرة. سميرو راح أقول لك شغلة، ترى راح يطردوك. سميرو حبيبي حطها ببالك، ترى مو بس قالوا عليك أسود ما راح يطردوك ويشمروك بالشارع ويدفلون عليك همين. زين، هو بيه فكرة الفيديو بس ما داني ندل وينها، بس بيه فكرة. أنا تأثرت كلش لدرجة إنه حتى شعر تحت باطي ووقفت الفيديو وراها. عمي عوف التنمر، أنت متنمرة عليه طن، إيش بقيتي للناس يعني؟ الفكرة والسؤال يطرح نفسه، والذي يتمعغل في رأسي ويترنح بين ثنايا وخلايا عقلي، هذا النوع من المحتوى ليش يطش؟ كسكان شلبت؟ في دراسة حيظهر أيمن اللي عندي بداخلي، أظهر أيمن. بما أنه أنا إنسان دائما أحب إنه اللي يجاوبني بفد شغلة معينة إني يقنعني بيها، لا إن شاء الله، أن يقول لي إحنا نتابع ذولا لفلان شغلة، من نتابع المحتوى العراقي فيجيك إحساس غريب، يعني لا تحس نفسك شبعان ولا تحس نفسك جوعان، لا تحس نفسك حامل، تحس نفسك منعس، إحساس مخدرات، تحس نفسك بدك تتعاطى. وفعلا الموضوع أشبه بموضوع المخدرات. حتقول لي ليش؟ أنا عجاوبك، اصبر بس خلي اتنفس. في مقالة تم نشرها على مجلة نيويورك تايمز الأمريكية، وقالوا شنو السبب انه احنا نتابع المحتوى التافه. الانسان بصورة عامة بطبيعته يحب ان يقارن نفسه بينه وبين الناس. اذا شفت محتوى تافه او محتوى من هذا القبيل او محتوى من القبيل اللي انشال مثل زعلوسات وما قاله وغيره، فانت بينك وبين نفسك راح تحس بالرضا، وراح يفرز عندك هرمون الدوبامين، اي هرمون السعادة. من راح تشوف محتوى تافه
فراح تقارن نفسك انت باللي دا يصنع هذا المحتوى نفسه، وراح تشوف ان انسان عباره عن دوشك مال رزايل والناس دا ترزله، فانت بينك وبين نفسك راح تفرح، وراح يصير عندك نوع من الرضا عن نفسك انه انت شخص ما موازي نفسك ان تنهان مثله. وهذا الموضوع علميا، فيقول انه الطاقة المكبوتة بداخلك والقهر والضوجة والألم راح يطلع مجرد ما تفشر عليه بتعليق، او حتى مو بالدرجة الاساس ان تفشر، مجرد ما انت تنظر له وبينك وبين نفسك تزدرقه راح تحس بالرضا انه اني احسن منه، اني شخصيتي اضبط منه، اني انسان مثقف اكثر منه. هذا الموضوع راح يخليك تبدي تحس بالفضول اكثر، ويبدي جسمك يريد جرعة اكثر من الدوبامين، ويبدي يريدك ان تقارن نفسك بعد اكثر بناس اتفه منك. مع احترامي لك طبعا. وبدراسة سووها جابوا مجموعة من الاشخاص، مجموعة A ومجموعة B. مجموعة A عندهم مشكلة نفسية، مجموعة B عندهم نفس المشكلة النفسية. ذول المجموعتين من جابوهم قالوا المجموعة A انه انتم راح تقابلون مجموعة B، بس ذول المجموعة مرضى نفسيين. وقالوا المجموعة B انه انتم راح تقابلون مجموعة A، وذول مجموعة A هم مرضى نفسيين، بس حاولوا لا تبينون A البي انه انتم تعرفون انهم مرضى نفسيين، وبي لا تبينون الاي انه انتم تعرفون انهم مرضى نفسيين، ومن دبش اذا فهمتوا شيء. ونحن نعملون ولا نعلم. وفعلا جمعوهم مباشرة، مجرد ما التقوا مجموعة A بي، اوتوماتيكيا مجموعة A بدأت تقرأ عندهم نسب النشاط الدماغي اعلى، مع العلم انه هم بعد ما جرى بينهم وبين مجموعة B اي حديث، لكن بينهم وبين نفسهم مجموعة A آمنوا انهم احسن من B، وB همينة بدأ يصعد عندهم نفس القراءات والمؤشرات انهم اعلى. نعم كذلك ومثل ما خلينا نكمل. الفكرة هي انه انت تخيل نفسك انه انت كل شيء ما بك عادي يعني، وراح يجيك شخص يقابلك، وقبل لا يجيك هذا الشخص انا راح اقول لك انه فلان اللي راح يجيك حاليا، وخلي نعتبر انه اسمه جاسم، تمام؟ جاسم هذا اللي راح يجي يفوت عليك مريض نفسي، او عنده مشاكل او عقد نفسية، او عنده اكتئاب، او عنده فد مشكلة معينة. فانت بينك وبين نفسك بدون ما تحكي وياه نشأة مدري بهجة شو اسمه قلنا جاسم، بدون ما تحكي وياه انت راح تبدي بينك وبين نفسك تحس بثقة انه انت احسن منه، مع العلم هو بعد ما حكى، ممكن اذا حكى يفحمك ويسحلك بالقاعد سحل بثقافته، لكن انت لا، خلاص بينك وبين نفسك امنت انه انت احسن منه. ليش؟ لأن الإنسان دائما يعتمد على أسلوب المقارنة بينه وبين محيطه، بينه وبين ناسه، بينه وبين أي شخص ثاني يشوفه. فعقلك إذا قارن نفسه بينك وبين شخص بعمرك وعنده سيارة لزقز وطاق للستار، راح يسحلك سحل ويخليك تدق بعين تقعد ل4 تايرات على القاع. بينما عقلك نفسه إذا قارنك ويا شخصية مثل عبودي بن الدور على سبيل المثال، يعني مع جل احترام للعبودي، بس مثلا عقلك إذا قارنك بيه فعقلك نوعا ما راح يحترمك. ليش؟ راح يقول لك إنه أنت ما سويت محتوى تافه على اليوتيوب، ولا طلعت وياك بنات، ولا عقلك يتمنى أن تطلع وياك بنات يعني. فالفكرة هي فكرة مقارنة لا أكثر ولا أقل، وبس. يعني هو الفكرة يعني بعد بحوث ودراسات مستفيضة، وسحلت نفسي بالقاع سحل بس حتى أعرف ليش احنا نتابع هذا النوع من المحتوى. اكتشفت إنه المحتوى التافه احنا نتابعه حتى ينطينا شعور بالثقة والرضا عن نفسنا لا أكثر ولا أقل. أتمنى إن شاء الله عجبتكم الحلقة، لا تحرمونا من آرائكم والتعليقات. أشوفكم إن شاء الله، أنا آسف ضربت الميس قوي. أشوفكم إن شاء الله الحلقة الجاية، في مان الله.